كل التحية والتقدير والاحترام للشعب المغربي على التنظيم والاستضافة ووقفتهم جنب منتخب مصر، فكل التحية وكل التقدير للشعب المغربي الشقيق. الجمهور المغربي والشعب المغربي بيعشق حاجة اسمها مصر. الجمهور المصري هيبقى موجود بأعداد كويسة في المدرجات النهاردة، وراهنت على الجمهور المغربي انه هيملى مع الجمهور المصري المدرجات يساند ويشجع منتخبنا الوطني. حصل ده النهاردة، وتحديدا أغادير كان المشجعين المغاربة النهاردة واقفين وبيساندوا منتخب مصر وبيشجعوا منتخب مصر طوال المباراة. شيء معتاد من الجمهور المغربي، كعادة الجمهور المغربي دايما مع الفرق والمنتخبات المصرية. العلاقة دايما كده، العلاقة دايما عظيمة، والعكس صحيح. دايما الجمهور المصري في ظهر ويساند المنتخب المغربي او كل المنتخبات المغربية في كل البطولات. منتخبنا الوطني وسط ترحيب كبير من الاشقاء في المغرب ببعثة منتخبنا الوطني بكل تأكيد. يعني زي ما انت بتقول فعلا، يعني في ترحيب كبير جدا من طبعا الشعب المغربي اللي في كل مره لازم اوجه له حقيقي التحيه لكل شيء بنشوفه حقيقي. دعمهم الكامل لمنتخب الفراعنه، منتخب مصر. يعني القاعده الاكبر هنا لم تكن الكل بتشجع طبعا منتخب مصر بعد طبعا منتخب المغرب. نفسهم يشوفوا المنتخب المصري او منتخب الفراعنه مع منتخب المغرب في المباراه النهائيه. الامور كلها دعم، وشفنا حتى ده من خلال حتى كمان منتخب الفراعنه في اكادير والدعم الكبير من الجماهير اللي كانت موجوده في الاستاد. فطبعا الامور كلها الحمد لله ممتازه بالنسبه لهذا الدعم اللي بنحييهم عليه. الجمهور المغربي مكتسح المدرجات في ماتش منتخب مصر، وفيهم كميه لذاذه ولطافه مش طبيعيه. تحيا مصر، تحيا مصر، ومرحبا بكم في اكادير بلاد الامازيغ. ديما حسنيه، ديما حسنيه اكادير. احنا فرحانين ان احنا هنا والله، ومبسوطين ان احنا موجودين معاكم. انتم اخوتنا. انا عايزكم تشجعوا المنتخب بقى مصر. هتشجعوها والله، تشجعوا منتخب مصر. طيب تشجعوا ايه؟ نشجع المنتخب المصري. تقول ايه مثلا؟ يلا تحيا مصر بس. تحيا مصر ام الدنيا. سير 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 سير. في نقطة مهمة يا جماعة، الناس اللي بتتكلم منتخب جمهور المغرب ما كانش بيشجعكم، لا كان بيشجعنا. معظم الجمهور المغربي اللي كان موجود كان بيشجع منتخب مصر. دي قصة لازم أأكد عليها 100 مرة. كان بيشجعنا النهارده الاستاد الساعة بتاعته 40,000 كانوا بيشجعوا مصر بحرارة كبيرة جدا. وأنا بشكر جمهور المغرب العزيز على قلبنا اللي استضافنا بشكل كويس جدا. والله لا يمكن ننكر الكلام ده والكرم والحاجات الحلوة اللي احنا شفناها. لكن المنتخب المغربي، الجمهور المغربي شجعنا النهارده وشجعنا يعني بشكل كويس. وحتى بعد المباراة تعالوا اوريكم حاجة، يعني الجمهور المغربي والجمهور المصري بتصوروا مع بعض اهو. كل التحية والتقدير والاحترام للشعب المغربي على التنظيم والاستضافة ووقفتهم جنب منتخب مصر، فكل التحية وكل التقدير للشعب المغربي الشقيق. الجمهور المغربي والشعب المغربي بيعشق حاجة اسمها مصر. الجمهور المصري هيبقى موجود بأعداد كويسة في المدرجات النهاردة، وراهنت على الجمهور المغربي انه هيملى مع الجمهور المصري المدرجات يساند ويشجع منتخبنا الوطني. حصل ده النهاردة، وتحديدا أغادير كان المشجعين المغاربة النهاردة واقفين وبيساندوا منتخب مصر وبيشجعوا منتخب مصر طوال المباراة. شيء معتاد من الجمهور المغربي، كعادة الجمهور المغربي دايما مع الفرق والمنتخبات المصرية. العلاقة دايما كده، العلاقة دايما عظيمة، والعكس صحيح. دايما الجمهور المصري في ظهر ويساند المنتخب المغربي او كل المنتخبات المغربية في كل البطولات. منتخبنا الوطني وسط ترحيب كبير من الاشقاء في المغرب ببعثة منتخبنا الوطني بكل تأكيد. يعني زي ما انت بتقول فعلا، يعني في ترحيب كبير جدا من طبعا الشعب المغربي اللي في كل مره لازم اوجه له حقيقي التحيه لكل شيء بنشوفه حقيقي. دعمهم الكامل لمنتخب الفراعنه، منتخب مصر. يعني القاعده الاكبر هنا لم تكن الكل بتشجع طبعا منتخب مصر بعد طبعا منتخب المغرب. نفسهم يشوفوا المنتخب المصري او منتخب الفراعنه مع منتخب المغرب في المباراه النهائيه. الامور كلها دعم، وشفنا حتى ده من خلال حتى كمان منتخب الفراعنه في اكادير والدعم الكبير من الجماهير اللي كانت موجوده في الاستاد. فطبعا الامور كلها الحمد لله ممتازه بالنسبه لهذا الدعم اللي بنحييهم عليه. الجمهور المغربي مكتسح المدرجات في ماتش منتخب مصر، وفيهم كميه لذاذه ولطافه مش طبيعيه. تحيا مصر، تحيا مصر، ومرحبا بكم في اكادير بلاد الامازيغ. ديما حسنيه، ديما حسنيه اكادير. احنا فرحانين ان احنا هنا والله، ومبسوطين ان احنا موجودين معاكم. انتم اخوتنا.
عايزكم تشجعوا المنتخب بقى مصر. تشجعوها والله تشجعوها. منتخب مصر طيب تشجعوا ايه؟ نشجع المنتخب المصري. تقول ايه مثلا؟ يلا تحيا مصر مثلا. تحيا مصر ام الدنيا. سير 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 سير. في نقطة مهمة يا جماعة، الناس اللي بتتكلم منتخب جمهور المغرب ما كانش بيشجعكم، لا كان بيشجعنا. معظم الجمهور المغربي اللي كان موجود كان بيشجع منتخب مصر. دي قصة لازم أأكد عليها 100 مرة. كان بيشجعنا. النهاردة الاستاد الساعة بتاعته 40,000. كانوا بيشجعوا مصر بحرارة كبيرة جدا، وأنا بشكر جمهور المغرب العزيز على قلبنا اللي استضافنا بشكل كويس جدا. والله لا يمكن ننكر الكلام ده والكرم والحاجات الحلوة اللي احنا شفناها. لكن المنتخب المغربي الجمهور المغربي شجعنا النهارده وشجعنا يعني بشكل كويس. وحتى بعد المباراة تعالوا اوريكم حاجة، يعني الجمهور المغربي والجمهور المصري بتصوروا مع بعض اهو.